السلام عليكم. النهاردة ان شاء الله نعمل طاجن خضار حلو زي ما انتوا شايفين كده. هنبتدي بسم الله بالطريقة والمقادير مع بعض على طول ان شاء الله. انا هنا معايا 3 بصلات حلوين، هم كبار قوي ولا صغيرين وسط. انا هنا مشغلة النار على الطاجن بس سايباها نار هادية جدا يا دوب الطاجن معايا يسخن. انا هنا هقطع البصل بالطريقه دي. بسم الله ما شاء الله. الطاجن ده بيبقى حلو جدا في الجو الساقع ده، بيبقى سخن وحلو قوي. منها ناكل الخضار بطريقه برضو حلوه. انا هنا معايا اللحمه، هعمله باللحمه. انا معايا لحمه هنا ستيك، ممكن انتوا تعملوا اي نوع لحمه متوفر عندكم، بس يبقى فيه شويه دهن كده بسيط. انا اللي كان متوفر عندي الوقت ده الستيك. ممكن انتوا تعملوا ستيك، ممكن تعملوا اللهم صل على النبي، ممكن تعملوا الموزه، ممكن اي نوع لحمه انتوا حابين. انا تمام هغطيه وهسيب النار هاديه عليه خالص. كمان هنحط هنا شوية زيت زيتون. احنا هنطبخه بالزيت الزيتون بس، بيبقى ما شاء الله طعمه حلو قوي. لو مثلا حد مش متوفر عنده زيت زيتون يستعمل الزيت العادية برضو تنفع. الطاجن ده هنعمله ان شاء الله على الطريقة المغربية. انا هنا معايا معلقة صغيرة توابل لحمة، ومعلقة صغيرة فلفل اسود، وراس معلقة من القرفة، ومعلقة صغيرة من الكركم، ونص معلقة من الجنزبيل، ومعلقة صغيرة مليانة بابريكا مدخنة. تشكيلة التوابل دي ما شاء الله بتدي للطاجن طعم حلو قوي. فاحنا هنقسمها، هنعمل دلوقتي نص، هنقسمها على 3 مراحل. التوابل دي هنعمل دلوقتي نص الكمية، ونكمل الباقي ان شاء الله بعدين هنحتاجه برضو. زي ما قلت ان الطاجن ده هنعمله بالطريقة المغربية. في ناس كتير بتتسائل او بتبقى حابة تعمل الطاجن المغربي على اصوله، بس ما بتبقاش عارفة ازاي تعمله على اصوله. فاحنا ان شاء الله هوريكم النهاردة الطريقة المظبوطة، وبيبقى بسم الله ما شاء الله طعمه حلو قوي. انا هنا معايا 4 طماطميات هقشرهم. نشيل القشر. ليه هنشيل القشر وهنشيل كمان البذر؟ مش هنحاول نشيل من البذر، مش هنستخدمه علشان ما يعملناش حموضة. احنا مش عايزينه يبقى فيه صلصة كتير. 4 طماطميات دي حلوة قوي لان هو كأنه بيبقى ني في ني، ما بنسبكش الخضار ولا اي حاجة، بتبقى اصح وبتبقى خفيفة على المعدة، بتبقى حلوة جدا. وحتى الاطفال ان شاء الله هيحبوا الطاجن ده، بيبقى ما شاء الله حلو قوي. دلوقتي تمام قشرت الطماطم وشلت منها البذر، هقطعها مكعبات كده. احنا تمام ضفنا البصل، بعد البصل ضفنا اللحمة، وبعد ما حطينا اللحمة ضفنا لها التوابل. دلوقتي هنضيف برضو 4 طماطميات اللي احنا مقشرينهم وشايلين منهم البذر. هنا انا معايا شوية كزبرة وبقدونس برضو هقطعهم فوق الطماطم بالشكل ده زي ما انتم شايفين. الطاجن ده الحلو اللي فيه ان هو انا دلوقتي هسويه ازاي. انا هنا بشوحه بس على البوتاجاز من فوق، وبعدين هسيب سواه يكتمل في الفرن. انا هنا حطيت ملح وهقلب الاول، هسيب سواه يكتمل في الفرن على نار هادية جدا، كأنه بنعمله زي تدميس كده، او نخلي الخضار تتشرب، لان احنا مش هنضيف له ولا نقطة مية، وهيستوي حلو جدا وهينزل ميته لوحده. فانتوا مش محتاجين تضيفوا مية ولا اي حاجة، ولا هنضيف صلصة كتير. هم 4 طماطميات اللي احنا عملنا كفاية. كمان هنا بعد ما قلبت اللحمة هزود شوية توابل من علشان الناحية التانية. التوابل دي انا عامله تشكيله التوابل عاملاها، وكمان هضيف شويه ملح عاملاها في القناه. تشكيله التوابل دي بتبقى حلوه قوي للطواجن وللحمه وللفراخ، بتبقى ليها استخدامات كتير. لو عايزين التوابل دي ان شاء الله هتلاقوها في القناه، ارجعوا لها. ونصيحه مني يعني اعملوا منها كميه واستخدموها في الاكل، بتغير طعم الاكل جدا. انا هنا الخضار اللي هستعمل، انا معايا هنا قرنبيط. ما تستغربوش انه عشان هنا في مصر القرنبيط يا بيتاكل مقلي بالبيض، يا بيتاكل سوتيه، او بيتاكل مخلل. في طاجن الخضار مفيش حد شفته قبل كده عامل في طاجن الخضار
برضو في المغرب بيستعملوا القرنبيط في الطاجن، الجزر، البطاطس، الكوسة. ممكن نستعمل كمان الفاصوليا او اللوبيا الخضراء اللي هي الخضرة اللي بنستعمل مع اللحمة. ممكن تضيفوا اي نوع توابل انتوا حابينه. تمام. انا هنا بقشر، انا بعمل الشكل ده للكوسة، احب اديها شكل بالقطاعة لو انتوا حابين. والقرنبيط لو كان في اي حاجة برضو زي ما انتوا شفتوا نضفتوا، لو في اي حاجة من على الوش بنقوم شايلينها. هنخلص الخضار كله بالشكل ده. انا بوريكم بس انتوا لو حابين، كل واحد وطريقته في تقشيرة الخضار، بس انا بوريكم الطريقة للمبتدئين. معلش انا عارفة في ناس هيقولوا هي ليه، يعني في ناس بيبقوا بالنسبة لهم الحاجات دي ملهاش لازمة ان هي تبان، ممكن الخضار تتقطع زي كده وظاهرها كده، بس في ناس ما بتعرفش. في بنات ما شاء الله لسه على وش جواز فمش عارفين. تمام. بنقطع البطاطس كده 4/4، والجزر بقطعه كمان مكعبات صغيرة زي ما هتشوفوا معايا بالشكل ده. وكمان برضو الاحجام دي ترجع لكم، قطعوا الخضار زي ما انتوا حابين. انا بوريكم الطريقة اللي انا عارفاها بتاعه الطواجن، وانتوا براحتكم اي شكل انتوا حابينه، دي حاجة ترجع لكم. الطماطم والفلفل دي والفلفل الحراق هنستخدمه للتزيين. انا هنا معايا بسلة غسلاها ومنضفاها وحطاها في الفريزر. زي ما قلت لكم ممكن تبقى فاصوليا، ممكن تبقى اي خضار انتوا بتعشقوه ينفع في الطاجن ده. بصوا بسم الله ما شاء الله، نزل ميه من غير ما نستعمل لا ميه ولا اي حاجه. الطماطم والبصل نزلوا الميه. تمام. دلوقتي هبتدي انزل الخضار. هضيف الاول البسله، وهضيف بعدين دلوقتي هضيف الجزر والكوسه برضو من تحت. الطاجن ده بيبقى جميل قوي مع شويه رز بشعريه في الساعه دي. انا بحب شخصيا بحب اكله بالعيش، فانتوا ممكن شويه رز بشعريه، ممكن زي بالعيش برضو بيبقى حلو قوي، تغيير عن الرز بشعريه. مش دايما نفضل كل اكلنا رز بشعريه، ممكن نغير ناكل بالعيش. هيبقى حلو قوي، مش يعني مريح جدا للمعده. خضار بيبقى فيه طعمه حلو قوي. تمام. بعد ما حطينا البسلة والجزر والكوسة هنبتدي نرص البطاطس بالشكل ده، نديها شكل للطاجن. تمام. زي ما انتوا شايفين نحاول نرصهم، حتى لو مفيش مكان نحاول نزحمهم. وكمان هنضيف القرنبيط بالشكل ده. بتمنى ان شاء الله باذن الله ان انتوا تجربوا الطاجن ده. كل اللي عنده تساؤلات على الطواجن المغربية وعن الاكل المغربي في الطواجن بالذات، بيبقى زي ما انتوا شايفين كده، بيبقى ني في ني، ما بيبقاش فيه لعبكة كتير، شوية توابل حلوة وخضار. بتبقى زي ما انتوا شايفين، ممكن تفننوا في الخضار تحطوا اللي انتوا عايزينه. شوية سنة التوابل اللي فضلت عندنا هنضيفها برضو بالشكل ده من فوق. نضيف برضو بعد ما نضيف التوابل دي نضيف سنة ملح برضو. كل حاجة بنديها حقها. اللحمة بنديله حقه في التتبيلة، والخضار برضو نفس النظام، كمان بنديها حقها في التتبيلة عشان يبقى كل حاجة ليها طعم، كل حاجة تبقى واخدة حقها وحلوة. زي ما انتوا شايفين ده ما شاء الله شكله. ممكن كمان هنجيب شوية بقدونس دلوقتي ونحطها، انتوا لو حابين تمام، مش حابين براحتكم، بس بيدي برضو شكل حلو قوي في التزيين بتاع الطاجن. تمام. قطعت الخضرة هعملها بالشكل ده. وكمان هضيف حاجة يعني انا بحبها جدا وبتدي للطاجن طعم حلو جدا. بتمنى ان شاء الله لما تعملوه تجربوها. الليمون المخلل بيدي طعم حلو قوي قوي للطاجن، خصوصا كده لما على اللقمة تاخدوا حتة ليمونة بيبقى طعمها حلو جدا. هقطعها مربعات وازين بيها الطاجن.
والله جربوه ان شاء الله بالشكل ده هيعجبكم جدا. لو في اي حاجة في التوابل مش متوفرة عندكم ممكن تغيروها، ممكن بدل البابريكا المدخنة ممكن نستعمل بابريكا عادية. لو مثلا ما فيش عندكم تشكيلة التوابل اللي انا ضفته ممكن تضيفوا بس شوية كركم، شوية جنزبيل، وشوية فلفل اسود، وشوية بابريكا عادية، والملح، وتكتفوا بس بالتوابل دي برضو بتخلي الطاجن ما شاء الله طعمه حلو. بس التركاية في البصل، نكتر البصل في التركاية ان احنا ما نسبكش كله ني في ني. كل الحاجات دي خطوات بتفرق جدا في الطاجن. نسيبه يستوي على نار هادية جدا. واهم اهم اهم حاجة في الطاجن ان احنا ما نضيفش مية خالص. نسيب الخضار تستوي على نار هادية. آه، بتستوي وبتبقى زي الفل، والطاجن بيبقى له مزاج كده وطعم في الاكل تمام. انا هنا بعد ما خلصت هغطيه بالفويل، وانا هعمل نقطة. ممكن انتوا لو حابين تخلوه كده على النار من فوق، نار هادية جدا براحتكم. انا هعمله زي كده وهدخله الفرن. انا عاملة بوقت كتير. هشغل الفرن وهعلي النار على الفرن واسيبه اول ساعة او اول نص ساعة. اسيب النار عالية جدا وبعدين اهدي عليها خالص. السوا على حسب انتوا ما بتحبوا الخضار مستوية. انا شخصيا بحب الخضار واللحمة مستويين كويس جدا، فانا هيقعد معايا حتى ساعتين ما عنديش مشكلة. انا بعمله قبل بساعتين وبجهزه وبدخله الفرن على الشبكة كده، لان الشبكة برضو بعيدة على مش حطاه في الارضية على طول، بعيدة، فبيستوي براحته حلو جدا. ده شكله بعد ما استوى شكله ما شاء الله. كل حاجة دايبة، كل حاجة واخدة حقها في السوا، كل حاجة واخدة حقها في التوابل. جميل. بتمنى ان شاء الله ان انتوا تجربوه ويعجبكم بإذن الله وتقولوا لي ايه رأيكم. سلام عليكم.